وصفة تفتيح وترطيب وشد البشرة وإزالة أي مشاكل من البشرة موجودة، كل ده في وصفة واحدة بمكونات طبيعية هتخلي بشرتك حرفيا زجاجية وفلتر ومفيهاش أي مشاكل وخالية من أي شوائب. لو أول مرة تشوفيني ياريت تدعميني باشتراك في القناة ولايك للفيديو، أهم حاجة ننزل تحت في الكومنتات ونصلي على النبي كتير جدا عليه الصلاة وأفضل السلام. وتعالي بقى أقولك على الوصفة اللي مش هتكلفك حاجة قصاد إن بشرتك هتكون فلتر. أول حاجة هتجيبي أي بولة عندك وهتجيبي المكون النينجا اللي أنا بحب جدا استخدمه في وصفات التفتيح وشد البشره وازاله اي تجاعيد موجود في البشره يا جماعه، هو النشا. النشا موجود عند العطار، مكون رهيب يا جماعه في ازاله اي مشاكل موجوده في البشره، بيحل حرفيا مشاكل البشره، بيساعد جدا في ازاله اي تجاعيد وخطوط تعبيريه موجوده حوالين العين، حوالين الفم، حوالين في الجبهه. اي مشكله في بشرتك من تجاعيد النشا حرفيا بتحلها. غير ان هي يا جماعه بتساعد جدا على تفتيح البشره لو انت عندك مشاكل في الشمس من بشرتك، حلوة جدا يا جماعة بجد، بتساعد على تهدئة مشاكل البشرة اللي هي حروق الشمس. طيب تاني مكون معايا يا جماعة عندي جل الصبار. يفضل استخدام جل الصبار الطبيعي، طب لو مش موجود هتقدري ان انت تجيبي ده من الصيدلية او محلات التجميل. جل الصبار بيبقى اللي هو لونه اخضر او اللي لونه ابيض عادي، مفيش اي مشكلة. هاخد كده برضو حوالي معلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، من جل الصبار. بصوا كده، وهبتدي ان انا انزل عليهم بقى باخر مكون بيساعد جدا على نضاره البشره وترطيب البشره وبيخلي البشره كده لونها حلو قوي يا جماعه، وبيخلي البشره حرفيا بتتنفس، هو ميه الورد. هاخد كده حوالي نص معلقه من ميه الورد، بسم الله الرحمن الرحيم، وهخلط بقى المكونات دي كويس جدا وهوريكم القوام المناسب. في الاثناء دي انت هتكوني غاسله بشرتك كويس جدا بالغسول المخصص لنوع البشره او الصابونه المخصصه لنوع بشرتك على حسب طبعا نوع البشره بتاعك. وهتبتدي ان انت بقى تفتحي مسام بشرتك بالميه الدافيه ومش السخنه، في فرق بينهم كبير. الميه السخنه يا جماعه بتعمل تجاعيد للبشره. بصوا كده، عايزه اوريكم قوام الماسك، حاسه ان هو سايل معايا شويه، هبتدي ان انا انزل عليه حاجه بسيطه تاني من النشا. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده حوالي ربع معلقه من النشا وهدمج كويس، عشان انا مش عايزه الوصفه معايا تكون سايله وما استفادش بيها، انا عايزه قوامها كده مناسب. بس كده هقلب بس كويس عشان اتاكد ان النشا اندمجت مع باقي المكونات. وبعد كده زي ما قلت لكم هكون مفتحه مسام بشرتي بالميه الدافيه ومش السخنه. وهجيب بقى الوصفه بتاعتي دي وهدهن على البشره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله، هاخد كده الوصفه معايا. طبعا انا مدياكي الفكره، تقدري تزودي زي ما انت عايزه. بصوا قوامها كده ممتاز يا جماعه. هاخد كده واحط على بشرتي. الوصفه دي هتديكي نضاره، لمعان، ترطيب عالي قوي، شد للبشره وشد للتجاعيد اللي موجود في البشره وشد للخطوط التعبيريه الموجوده حوالين العين وفي الجبهه وحوالين الفم. عايزه اقول لكم من الوصفات السريعه بس المنجزه حرفيا، يعني لو عندك مناسبه تقدري ان انت تستخدمي الوصفه دي، جربوها وان شاء الله تدعوا لي. هتقدروا ان انتوا تستخدموها من 15 ل 20 دقيقه، تقدروا تستخدموها مرتين في الاسبوع وان شاء الله بتشوفوا نتيجه بجد خيال. عايزه اقول لكم كمان على حاجه يا بنات، ان اللي بيستخدم اي وصفه علشان بس ممكن انت تكوني بتتحسسي من منتج من المنتجات اللي موجوده في المكونات اللي احنا بنستخدمها، فتقدري ان انت مثلا تاخدي الوصفه دي كده على جزء من بشرتك، يعني مش بشرتك كامله، الجزء اللي تحت الرقبه ده تقدري ان انت مثلا تحطي فيه حاجه بسيطه وتخلي الوصفه لمده 10 دقائق. لو حصل لك فيها اي حبوب او اي التهاب معناها ان انت في مشكله عندك من المواد المستخدمه في الوصفه دي، وما ينفعش ان انت تستخدميها على بشرتك. طيب تمام، كانت ماشيه معاكي تمام، تقدري ان انت تكملي وتحطيها على بشرتك في المده اللي احنا قايلين عليها. ان في بنات كتير جدا بتقولي انا عندي مشكله من الطماطم، لان انا كنت منزله كذا وصفه للطماطم. مفيش اي مشكله خالص، عشان تتاكدي انت عندك مشكله ولا لا او حساسيه ولا لا، تقدري تستخدميها على جزء من بشرتك وبعد كده تطبقي بقيه الوصفه. لو انت تمام بشرتك ما فيهاش اي حساسيه او ما فيش اي التهابات من المنتجات اللي انت بتحطيها. طبعا احنا بنستخدم كل المواد اللي احنا بنستخدمها مواد طبيعيه، لكن في مواد طبيعيه بتعمل برضو التهابات للبشره، فعشان كده بقول لكم استخدموها في جزء بس من البشره وجربوا باقي الوصفه لما يكون انتوا تمام ما فيش اي مشكله. جربوا الوصفه ولو عجبتكم قولوا لي رايكم في الكومنتات، ويا رب تكونوا استفدتم، واشوفكم في فيديو جديد حبايبي، وصفات تانية جديده. مع السلامه.